اكس باور 2 هنا اكس باور 3 نعمل ماينس للباور يبقى اكس باور نيجاتيف. السلام عليكم شباب اولى ثانوي، كل سنه وانتم طيبين ويا رب تكون سنه سعيده عليكم. النهارده مع بعض هنبدا في اول حاجه مع بعض في البراكتس. البراكتس ده بس عشان تبقى عندك خلفيه سريعه عنه. ايه البراكتس ده يبقى اغلب الاسئله فيه هيبقى عباره عن بنك المعرفه ونجوى، ولو في مثلا سؤال غريب في المعاصر او في حاجه او من مصادر تانية هتلاقيني مجمع لك كل الحاجات دي هنا، غير الاسئله بتاعت الهومورك والاسئله بتاعت الحصه بتاعتنا. تمام؟ فعشان يبقى عندك الدرس كامل مفيش اي حاجه غريبه بالنسبه لك. بالنسبه للاسئله بتاعت النهارده في البراكتس هتبقى اسئله مباشره جدا ما فيهاش اي مشكله، بس هي الفكره فيها ان شكل السؤال ممكن ما يكونش انت شفته قبل كده، مختلف عن المعاصر ومختلف عن كتاب الهومورك بتاعنا، فجمعت لك الاسئله اللي فيها اختلاف شويه ونبدا نحلها مع بعض. تمام؟ طيب، وبالنسبه للبراكتس هتلاقي على طول بصفه دوريه هننزل بعد كل درس هننزل لك البراكتس ده عشان تشوفه وهيبقى ماشي معاك لاخر السنه باذن الله. تمام؟ طيب، اول حاجه احنا هنتكلم عن الكومبلكس نمبر واسئله بسيطه كده نبدا بيها واحده واحده. اول سؤال عندك ده كومبلكس نمبر عادي جدا. طبعا احنا عرفنا الكومبلكس نمبر ليه سميناه كومبلكس نمبر، عشان بيتقسم من تو بارتس. البارت الاولاني اللي هو الريل نمبر، طيب، والبارت الثاني اللي فيه اي اللي هو الايميجينري نمبر. طيب، هو هنا طالب منك ايه؟ بيسالك، ده اختصار لكلمه ريل ودي الايميجينري نمبر، فهو بيسالك مين الريل ومين ده. سؤال ما فيهوش اي مشكله، فبيقول لك الريل اللي هو 4 والايميجينري نمبر ما تقوليش 3 عشان في ناس بتختار 3. خد الساين بتاعتها واحنا الكلام ده قلنا كتير معاه. يبقى دي يا مستر الايميجينري نمبر اللي هو نيجاتيف 3 اللي هو الكوفيشن بتاع الاي، فهو الاختيار بتاعك هيبقى نمبر دي. بس حبيت اعرفك كلمه ري دي الاختصار لكلمه ايه؟ ريل نمبر. طيب، تعال نشوف تاني. بص كده، هنا بيسالك بيقول لك ده كومبلكس نمبر. حلو، عرفت منين؟ عشان في اي. هنا بيقول لك البتاع ده الشكل ده is imaginary number. imaginary number يعني ملهوش real number. طيب يا مستر انت عاوز ايه؟ فبيقول لك عشان ده يبقى حاجه خياليه بس البي دي هتبقى كام؟ يعني معنى كده ان هو اصلا مفيش بي، مفيش real number، فيبقى البي بتاعتك المفروض تبقى equal 0. ليه؟ عشان ده يبقى imaginary number. كلام بسيط برضو مفيش مشكله. بيتكلم ان انت تبقى فاهم الميننج بتاع الكومبلكس نمبر اللي هو بيتكون من الريل ومن الايميجن. طب لما اجي اقول لك انا عاوز ريل بس يبقى الاي بزيرو. تمام؟ طب عاوز الايميجن نمبر بس يبقى الريل هو اللي بزيرو. طيب، برضو ده كان بيتكلم بيقول لك زد دي ريل نمبر، زد ريل نمبر، رقم 5 7 8 اي رقم ريل ماشي من غير اي. يعني بيقول لك هنا الكونجوجيت ممكن يبقى كام؟ الكونجوجيت بتاعه بيكون كام؟ فاحنا اتفقنا مع بعض لما كنا بنجيب الكونجوجيت نمبر كنا بنغير الساين بتاعه الاي، صح؟ يعني انا لو كان عندك زد ايكوال 5 بلس 2 اي فكنا بنجيب الزد كونجوجيت فكنا بنعمل عليها بار كده، زد بار اللي هي الكونجوجيت نمبر بتاع الزد كونجوجيت. كنا بنغير الساين بتاعت مين؟ الايميجن نمبر اللي هو بتاع الاي، يبقى ده الكونجوجيت نمبر. في مشكله في كام ده؟ ما فيش مشكله. وجينا ساعتها لما كنا بنشرح في الحصه قلت لك لو انت عندك رقم مثلا رقم 7 عايز تجيب الكونجوجيت بتاعه او الكونجوجيت بتاعه، فكنت حضرتك بتقول يا مستر عشان ده ريل فكان بينزل زي ما هو 7، صح؟ يا مستر صح. فهنا بيقول لك الزد دي ريل، فلما تيجي تجيب الكونجوجيت بتاعها هتفضل زي ما هي. تمام يا شباب؟ في مشكله؟ يبقى انا هنا دي زد دي ريل، فلما تيجي تقول لي عاوز الكونجوجيت بتاعها هتبقى زد زي ما هي عشان هي نفس الرقم. فهنا جاب لك مثلا لو 7 يبقى الكونجوجيت بتاعه 7، جاب لك 5 الكونجوجيت بتاعه 5، صح؟ ليه؟ ان احنا بالكونجوجيت بنغير الساين بتاع الاي. هنا ما فيش اي يا مستر فبينزل زي ما هو. فلما جيت قلت لك زد از ريل، فدام هي ريل يبقى هتفضل زي ما هي مش هتغير حاجه،
هتفضل زد زي ما هي. تمام. ده سؤال برضو حلنا اصعب منه كتير، بس هو مدخلك في كذا حاجه مع بعض. تعال نشوف واحده واحده. نقرا السؤال كده. جايب لك هنا بيقول لك r equal 5 وبلس i، واس ده كومبلكس نمبر تاني، واحد تاني يعني اسمه 3 ونيجاتيف 2i. بيقول لك هنا الكومبلكس كونجيجيت اوف r بلس s. يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا هنعمل لدولك بلس، والايكوال اللي يطلع هنعمل له كونجيجيت. هنجيب الكونجيجيت بتاعه ازاي؟ يبقى لازم نعمل بلس الاول. طب واحنا كنا بنعمل بلس ازاي يا مستر؟ افتكر بقى، كنا ساعتها لما كنا بنيجي نعمل r بلس s اي 2 كومبلكس نمبر، كنت بقول لك الريل مع الريل والاي مع الاي، اللي هو مستر 5 و3 هيبقوا 8 صح؟ الاي دي بوزيتيف 1، خلي بالك دي 1 اي، وهنا نيجاتيف 2 اي صح؟ يا مستر هتبقى بوزيتيف 1 ونيجاتيف 2 هيبقى نيجاتيف 1 اي. ده الصم بتاعهم. فطبيعي الناس بتجري تختار ده، طبعا ده غلط. ليه؟ عشان هو عاوز الكونجيجيت. الكونجيجيت بتاعه بشوف الكونجيجيت بتاعه كام؟ هتقول لي يا مستر ده الكونجيجيت بتاع ده هيبقى 8 بلس 1 اي اللي هي تبقى نمبر بي. وخلي بالك دايما في الاختيارات بتاعتنا برضه بيبقى فيها حاجه الناس ممكن تتلخبط فيها، فعشان كده عاوزك تركز بالراحه. وده سؤال مباشر وما فيهوش حاجه، انت بتعمل ده بلس ده مش حوار يعني. ماشي؟ برضه ده سؤال مباشر. بيقول لك هنا اس ده كومبلكس نمبر، في مشكله؟ بيقول لك انا عاوز الاس بلس اس بار. اس بار دي اللي هي الكونجيجيت بتاع الاس، فانا طبيعي هقول له الاس بار هجيب الكونجيجيت. يا مستر يعني هتغير الساين بتاع الاي؟ والله اهو. حلو. بعدين هنعمل لهم بلس. انا بس مش عايزك تتخض من شكل السؤال او شكله غريب شويه، بس انت تفهم بالراحه هو عاوز ايه. بيقول لك هنا اس بلس اس بار، خلاص انا جبت الاس اهي وده الاس بار، هنعمل لهم بلس. يبقى 8 و8 16، الريل مع الريل والاي مع الاي. هنا يا مستر دي بوزيتيف وهنا دي نيجاتيف، بس هيكنسلوا مع بعض. يعني قصدك يا مستر ايكوال هيطلع 16؟ طب ما احنا عارفين يا مستر ده قانون اصلا. ايه القانون بتاعنا؟ مش احنا اتفقنا مع بعض لما يجيب لك 2 نمبرز كومبلكس واحد والكونجوجيت بتاعه الصم بتاعهم هيديك ريل نمبر، والبرودكت بتاعهم برضه هيديك ريل نمبرز صح؟ تاني احنا اتفقنا مع بعض واحنا بنشرح الحصه لما يكون عندك رقم كومبلكس والكونجوجيت بتاعه لو عملنا لهم بلس على طول لازم يديك ريل نمبر، يعني حاجه ما فيهاش اي صح؟ ليه؟ عشان دايما الاي هتتكنسل مع الاي. ونفس الكلام لما قلنا هنعمل لهم برودكت لازم يطلع ريد نمبر. يبقى الكونجوجيت اي كومبلكس والكونجوجيت بتاعه لما نيجي نعمل لهم بلس او باي لازم يطلع ريد نمبر زي ما هو قدامك كده. تمام يا شباب؟ تمام. طب لو ما طلعش ريل يبقى اكيد انت عامل حاجه غلط يعني. ماشي؟ ده سؤال يعني يعتبر في فكره شويه للناس. نبدا نفكر بقى. كل اللي فات ده كان حاجات سهله ومباشره. تعالى هنا بيقول لك ايه؟ عندك زد ده جايب لك زد بلس زد بار ايكوال نيجاتيف 5. حلو؟ وهنا زد بار ماينس زد ايكوال 3 اي. بيقول لك الزد بقى ممكن تبقى مين في الكلام ده؟ في سامع واحد قال لي يا مستر انا هجيب الكونجوجيت بتاعه الزد بار واقعد اعمل لهم مره بلس اشوف مين يطلع لي 5 واعمل لهم ماينس اشوف مين 3. طبعا الكلام ده صح بس يعني ما فيهوش يعني ايه، تحس ان هو كده حد بصمجي يعني من الاخر. احنا عاوزين حد بيفهم، راجل بيفهم ماس. تبدا تفكر تقول لي يا مستر انا ممكن افرض الاكس دي الزد دي باي حاجه زي ايه مثلا؟ افرض مثلا ان الزد عباره عن اكس بلس واي اي، مفيش مشكله. طب الزد بار هيبقى عندك زد بار اللي هي هتبقى اكس ماينس واي اي. نبدا بقى نشتغل بالايكويشن دي. هيبقى عندك 2 ايكويشنز زي اللي احنا حليناها في الحصه، نقدر نطلع الاكس ونطلع الواي، تقدر تطلع بيها تختار الاختيار الصح. طب ما تيجي نشوف واحده واحده.
بص يا حبيبي، اول حاجه هنا دي زد وده زد بار، انا هشتغل على الاولى. الصم بتاعهم بيقول لك كام؟ نيجاتيف 5، فهاجي اعمل لهم بلس اكس بلس اكس يبقى 2 اكس، تمام؟ وهنا واي ونيجاتيف واي يبقى 0. بيقول لك الصم ده ايكوال نيجاتيف 5. فيها مشكله ولا اي حاجه والله. طب هودي ال2 دي الناحيه الثانيه، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 5 على 2. يبقى احنا كده حلينا نص المشكله. ليه يا مستر؟ احنا مشكلتنا ان احنا عاوزين نعرف الزد بكام، اللي هي دي، نختار مين. فانا حليت نصها، انا فرضت ان الزد دي عباره عن اكس وواي، اكس وواي اي، صح؟ يا مستر، اللي هي دي. فانا حليت نص المشكله، عرفت الاكس بكام. طب المشكله الثانيه انا عاوز اعرف الواي بكام. طب ما عادي يا مستر، تعالى نشوف الناحيه الثانيه. الايكويشن الثانيه دي مديها لك عشان تعرف الواي بكام. زد بار اهي، ركز عشان دي بس فيها تكه صغيره. زد بار اللي هي اكس ماينس واي اي، في مشكله؟ لا. هنا ماينس، رحت حطيت ماينس. ماينس مين؟ زد. زد اللي هي مين؟ اكس بلس واي اي. كده اكبر غلط ممكن تقع فيه، وبركز لك على الغلط ده ليه؟ عشان احنا اتفقنا لما يكون عندك حاجه تو تيرمز لازم تحط لها براكت عشان قبلها ماينس. الكلام ده شرحناه بالتفصيل، قلت لك البراكت ده بيتنسي ويبوظ لك المساله بتاعتك. طيب لما عملت زد بار ماينس زد ايكوال كام؟ ايكوال 3 اي، صح؟ يا مستر صح. تعال ننزل بس خطوه كده، هنوزع النيجاتيف دي عليها عشان البراكت ده كله قدامه نيجاتيف، يبقى تيجي تقول لي اكس ماينس واي اي، هنا نيجاتيف هتبقى نيجاتيف اكس، ونيجاتيف وبوزيتيف تبقى نيجاتيف واي اي ايكوال 3 اي. بص كده، هنا بوزيتيف اكس وهنا نيجاتيف اكس كنسلوا مع بعض، نيجاتيف واي اي ونيجاتيف واي اي يبقى نيجاتيف 2 واي اي ايكوال 3 اي. احنا اتفقنا مع بعض اللي قدام الاي ايكوال اللي قدام الاي، يعني نيجاتيف 2 واي ايكوال 3. ودي ده الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى واي ايكوال 3 على نيجاتيف 2. الله يا مستر، يبقى انا كده جبت الاكس والواي اللي انا عاوزهم، اقدر اختار بكل سهوله. الاكس عندي بنيجاتيف 5 اهي اول واحده، وعندك 3 على نيجاتيف 2 اهي، يبقى انا الاختيار بتاعي ده هو ده الصح. طبعا لو كنا جربنا اول واحده كانت طلعت معانا كانت احسن من كل ده، بس ماشي. بس انت كده تخيل بقى انت كده وانت بتحل، الحل اللي قدامك ده بيفهمك ماس، يعني انت لما تحل وانت فاهم تستمتع، يعني دي بتبقى متعه ان انت بتحل بفهم، لكن مش تبقى حافظ لما الاقي كذا اعمل كذا، لما الاقي كذا اعمل كذا. ده حفظ، ده بصمجه. ان انت بتبقى الماس مش ما بتستمتعش بالحل بتاعه. انت لما يجي لك حاجه وانت بتحلها لقيت نفسك فهمت كده وعارف انت ماشي رايح بادئ منين ورايح فين، وبتحل خطوات كده ووصلت، بتلاقي متعه غير عاديه. حاول كده افهم، والله لما تفهم هتتبسط قوي، بس افهم بس. تمام يا شباب؟ خلاص طلعنا الاكس وطلعنا الواي بالراحه كده اهو. لما جالي الشكل ده انا مش عارف الزد، فانا فرضت من عندي اكس وواي، فتبدا تشتغل وجبت الزد بار بتاعتها، غيرت الساين بتاعت الاي وبدات احل، طلعت الاكس طلعت الواي، قدرت اختار بكل سهوله. تمام؟ هنا بيقول لك ايه؟ بص السؤال ده بيقول لك فايند ذا كومبلكس كونجوجيت بتاع الرقم ده، يعني هو عاوز الكونجوجيت بتاع الرقم ده. ماشي؟ تاني حاجه and the sum of this number، السم بتاع الرقم ده and مين؟ الكونجوجيت. طب يعني هو طالب حاجتين؟ بص في الاختيارات، فعلا الاختيارات حاجتين. يبقى اول طلب هو طالبه عاوز الكونجوجيت بتاع ده. طب ده سهل يا مستر، اغير الساين بتاعت الاي، يعني دي بوزيتيف 7 هنا نيجاتيف خليتها بوزيتيف، ادي الكونجوجيت. فانت بتيجي هنا في الاختيارات بتشوف نيجاتيف 2 وبوزيتيف 7، في تاني يا مستر في واحده اهي وفي واحده اهي، اختار مين؟ يبقى انا هستبعد الاثنين دول عشان دول غلط. حلو. طيب انا اما اللي فوق يا اما اللي تحت. طب انا هعرف منين يا مستر؟ ما احنا هنعرف من النص الثاني. النص الثاني بيقول لك ايه؟ تعالى بص and the sum of this number والكونجوجيت بتاعه. طب ما تيجي نعمل بلس،
اكيد يا مستر هيطلع ريل نمبر. اكيد يبقى دي غلط. انت ممكن وانت اصلا من قبل ما احل انا عارف ليه؟ ان هو قال لك الرقم والكونجكت بتاعه يبقى لازم يبقى ريل، فهنا في الاختيار ده في يبقى دي مش هتنفع. بس تعال نكمل. بص هنا نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 4، نيجاتيف 7 وبوزيتيف 7 0، يبقى الايكوال بتاعك كام؟ نيجاتيف 4. ما انا عارف ان هو لازم يطلع ريل، يبقى ده يا مستر غلط، يبقى الاجابه الصح بتاعتي اهي. كلام بسيط، امشي مع السؤال. انا اهم حاجه عندي تقرا السؤال صح وتفهم هو طالب منك ايه عشان تعرف تحدد مشكلتك فين وهدفك رايح فين. هو ده الماس. انت بتقرا تشوف المشكله، هتحدد هدفك، همشي في انهي طريق بس. فانا بالراحه كده قريت السؤال، عرفت انا عاوز ايه، بدات دماغي تشتغل انا رايح فين. اداك رقم عاوز الكونجكت بتاعه، جبت الكونجكت، بعد كده قال لك الصم. موضوع بسيط بس انت لازم تقرا وترتب افكارك. تمام؟ بص كده معايا، برضه ده سؤال ما فيهوش مشكله. هنا اداك ار كومبلكس نمبر، وهنا اداك اس كومبلكس نمبر. هو طالب منك ايه؟ 2r بلس 3s. يعني ايه يا مستر؟ يعني هتمسك الار دي اللي هو الكومبلكس نمبر الاول هتعملها باي 2، دي اول حاجه. تاني حاجه تمسك الكومبلكس نمبر التاني اللي هو الاس هتعمله باي 3، وبعد كده الايكوال ده والايكوال ده تعملهم بلس. لما تيجي نمشي واحده واحده. اول حاجه انا هجيب 2r، يبقى تمسك ده هتعمله باي 2. بس معلش بص انا هعمل ايه عشان ده 2 تيرمز، هعمل لهم براكت نيجاتيف 5 بلس 2i. ليه عملت براكت يا مستر؟ عشان البراكت ده كله معمول باي ل 2. باي لايه؟ ل 2. فحضرتك زي الشاطر هتمسك ال 2 تعملها باي هنا مره وهنا مره. تمام؟ تمام. بعد كده تعالى بالراحه. 2 باي نيجاتيف 5 يديك ايكوال 2r. 2 باي نيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 10 بلس 2 باي 2 هتبقى 4i. ادي اول جزء خلصنا منه. تعالى التاني بيقول لك ايه؟ عاوز 3s، يعني هنمسك 3 نعملها باي للكومبلكس نمبر اللي اسمه اس اهو، يبقى دي 3s. 3 قلت لك ده لازم تحط له براكت، يبقى نيجاتيف 8 بلس 2i. تمسك ال 3 دي تعملها باي للبراكت. ابص ادي 3 ملتبلاي ده و3 ملتبلاي ده. هتيجي تقول لي يا مستر 3 ملتبلاي نيجاتيف 8 يبقى نيجاتيف 24. 3 ملتبلاي نيجاتيف 2 يبقى دي نيجاتيف 6i. في مشكله؟ مفيش مشكله ولا اي حاجه. يبقى انت جبت ال 2r وجبت 3s سوري. تعالى بقى نشوف هو عاوز ايه. هو طالب هنا 2r بلس 3s، يبقى هتمسك ده تعمله نيجاتيف 10 بلس 4i، وهنا هتحط نيجاتيف 24 ماينس 6i. نعملهم بلس عادي جدا، ممكن تعملهم بالكالكوليتور، بس انا بحب ان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه، ما تبقاش حافظ. مش كالكوليتور كل حاجه بالكالكوليتور، لما تعملها بمخك هتلاقي نفسك اسهل من الكالكوليتور. عاوز تعملها بالكالكوليتور طبعا براحتك يعني. تعال بص كده، احنا هنا لما بنيجي نجمع الاثنين مع بعض نعمل سمبلس فورم، بنجمع الريل مع بعض والحاجات اللي فيها اي مع بعض. بمعنى هنا ده 10 وهنا نيجاتيف 24، يبقى ده نيجاتيف 34. هنا 4 اي والنيجاتيف 6، بوزيتيف 4 ونيجاتيف 6، يبقى الايكوال بتاعك نيجاتيف 2 اي. تمام يا شباب؟ ده اللي هو هيطلع لك كام؟ نيجاتيف 34 ونيجاتيف 2 اي اللي هي هتبقى نمبر A. كلام بسيط جدا، هو خطواته كتير شويه بس هو موضوع بسيط. حبيت تعمله بالكالكوليتور ماشي، حبيت تعمل ستيبس ماشي، بس انا بحب ان انت تعمل ستيبس. عاوز تعمل كالكوليتور برضه تمام، ادام ده تشوز ما فيهوش مشكله. بس انا بدربك ده ليه؟ علشان حضرتك لما يجي لك سؤال مقالي تعرف تعمل ستيبس. لكن انا لو اشتغلت على الكالكوليتور وتعودت على الكالكوليتور عمرك ما هتعرف تعمل سؤال مقالي. حتى لما تيجي تعمل حاجه مقالي هتطلع الانسر النهائي ده هيبقى ملهوش لازمه، هتاخد نص الدرجه. تمام؟ طيب تعال نبص يا شباب كده مع بعض نشوف السؤال ده. السؤال ده برضو من ضمن الافكار الحلوه
ركز بقى معايا في تكه صغيره لازم تركز فيها. هنا جايب لك ار واس، بيقول لك هنا ايه؟ ار ماينس اس باور 2 ايكوال كام؟ طيب ممكن نعملها مره واحده على الكالكوليتر؟ ممكن نعمل ستيبس. تعالى افهمك الكالكوليتر بتعمل ايه. بص كده، هتعمل براكت كبير باور 2. هنا الار عباره عن مين؟ تعالى نعمل كده دون تاني. الار عباره عن نيجاتيف 2 بلس 4 اي. تمام؟ هنا خلي بالك في ماينس اهي، يبقى ماينس بعدها كومبلكس نمبر لازم تفتح براكت. ليه يا مستر؟ عشان ده 2 تيرمز والنيجاتيف دي بتاعت البراكت كله، ودي قلت لك الغلطه الوحيده اللي بتحصل ليك. تمام؟ هنا الاس اهو ماينس اي. تمام؟ ممكن تجرب تكتب الشكل ده على الكالكوليتر هتطلع معاك، بس تعال نشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي. بص كده معايا لو سمحت، انا كل ده عشان تبقى فاهم، بس انا مش برخم عليك عشان خاطر تعمل خطوات كتير والكلام ده، لا، انا بفهمك عشان لما يجي لك سؤال مقالي انت لازم الامتحان بتاعك فيه اسئله مقالي، فالاسئله المقالي محتاجه ستيبس. فانت لو جيت عملت الحركه دي وكتبت ده الايكوال وطلعته على طول فبيديك نص الدرجه، وممكن ما يدكش الدرجه كمان حسب اللي بيصحح لك وحسب ما يكون رخامته ايه. فانت دلوقتي ما تديش لحد فرصه ان هو ينقصك، فانت الموضوع بسيط. لو فهمت الموضوع والله هيبقى اجمل بكتير. فما تتعاملش ان انت تحفظ كالكوليتور على طول، فهو الموضوع بسيط جدا. وتعالى نشوف، هوريك ان هو بسيط اكتر من البسيط كمان. تعالى بص كده معايا يا حبيبي، قلت لك ده هينزل زي ما هو كده، ادي 4 اي. النيجاتيف دي احنا عارفين ان هي بتخش عليهم على البراكت ده تغير الساين بتاعته، صح؟ يعني دي بوزيتيف 8 هتبقى نيجاتيف 8، هنا نيجاتيف ونيجاتيف تبقى بوزيتيف اي، وكل ده باور 2. اللي جوه ده هنصغره ونعمل له سمبلس فورم. نعمل له سمبلس فورم ازاي يا مستر؟ هنجمع النمبرز الريل مع بعض والاي مع بعض. هتيجي تعمل براكت باور 2، مالكش دعوه بباور 2 خالص دلوقتي. طيب يا مستر وبعدين تعالى بص كده معايا، نيجاتيف 2 والنيجاتيف 8 يبقى نيجاتيف 10، صح؟ يا مستر 4 وبوزيتيف 1 يبقى بوزيتيف 5 اي. طيب مستر انا بعرف اكتب دي على الكالكوليتر وتطلع، والله بتطلع، ماشي طلعها على الكالكوليتر. تعالى طلعها اسرع من الكالكوليتر، قبل ما تكتب وتحول لكومبلكس كده تعالى نطلعها. موضوع بسيط والله لو فهمنا. ده براكت باور 2 يبقى بيتحل على 3 تيرمز. في مشكله ولا اي حاجه؟ بقول الترم الاول ده بقول الفيرست في نفسه، الفيرست في نفسه يعني نيجاتيف 10 باي نيجاتيف 10 هيطلع لك بوزيتيف 100. اللي في النص ده بقول له فيرست باي سكند باي 2 يبقى نيجاتيف 10 ملتبلاي 5 يبقى نيجاتيف 50 باي 2 يبقى نيجاتيف 100 اي. تاني الميدل تيرم، عشان تجيب الميدل تيرم ده بقول له فيرست باي سكند باي 2، فيرست باي سكند باي 2. فيرست نيجاتيف 10 باي 5 اي يبقى 50 اي، باي 2 يبقى 100 اي. الاخير ده اخر ترم بقول له السكند في نفسه يبقى 5 اي ملتبلاي 5 اي يبقى بوزيتيف، ركز، 5 باي 5 يبقى 25 اي ملتبلاي اي تبقى اي سكوير. مستر لحظه، احنا اتفقنا مع بعض على اتفاق واحنا في الحصه، اول ما الاقي اي سكوير اكنسلها واغير الساين دي. طبعا شرحنا عشان خاطر اي سكوير دي اللي هي اي باور 2 اي سكوير اللي هي هتبقى نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 باي 25 هتبقى نيجاتيف 1. طيب يا مستر تعالوا نكمل. اتفقنا مع بعض اي باور 2 بنكنسلها، ليه يا مستر؟ ونغير الساين دي، يعني بدل ما هي بوزيتيف هخليها نيجاتيف. ليه؟ عشان اي باور 2 معناها نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 ملتبلاي 25 يبقى نيجاتيف 25. طب يا مستر ما تيجي نعمل سمبلس فورم كده، هنا 100 وهنا 25 نيجاتيف، يبقى 100 ونيجاتيف 25 يعني 100 ماينس 25
هيطلع لك 75. وهنا اي هتنزل زي ما هي، يبقى نيجاتيف 100 اي. ادي الانسر بتاعك. تمام؟ طبعا لو جالك تشوز بتعملها على طول بالكالكوليتر مفيش مشكله. مقالي يبقى لازم تفهم ده. فاحنا بنحل بالطريقتين عشان زي ما فهمتك المقالي مهم جدا الستبس. تمام؟ تمام. يبقى الانسر بتاعك اللي هي نمبر A. طيب تعال نشوف سؤال تاني. ده سؤال عبيط جدا، مش عارف جه ازاي بس ماشي. هنا بيقول لك عندك تو كومبلكس نمبر، ده كومبلكس نمبر الاول وده الكومبلكس نمبر الثاني. بيقول لك مالهم ايكوال، يعني هما الاثنين ايكوال. طب لما هما الاثنين ايكوال ادي 3 بلس اكس اي كده، 3 بلس اكس اي، وهنا واي بلس 2 اي. طبيعي لما يكون كومبلكس ايكوال لكومبلكس يبقى ريل ايكوال ريل، واللي قدام الاي ايكوال اللي قدام الاي، يبقى عندك الواي بتساوي 3 وقدام الاي سوري اللي قدام الاي بتساوي اللي قدام الاي، يبقى الاكس ايكوال 2. هو طالب منك الاكس بكام والواي بكام، يبقى 2 و 3 ما فيهاش مشكله. ده سؤال مش عارف جه ازاي، ماشي سهل يعني. السؤال ده بيسألك على المينينج بس عشان تبقى فاهم. هنا بيقول لك الرقم اي ده، اي ده عباره عن ايه؟ اي ده ذا نمبر سكوير بتاع ال1، يعني سكوير روت بتاع ال1 يدينا اي؟ طبعا لا. هنا ذا نمبر سكوير روت نيجاتيف 2، يعني سكوير روت نيجاتيف 2 يدينا اي؟ لا يا مستر، ده سكوير نيجاتيف 2. اول حاجه الاي نيجاتيف دي معناها اي، كده تقول له سكوير روت، فطبعا برضو لا. الوحيده اللي تدينا اي السكوير روت بتاع نيجاتيف 1. ده القانون اصلا الديفينيشن بتاع الاي اصلا. تمام؟ بص كده معايا السؤال ده يا شباب. بيقول لك Z1 is conjugate the number Z2، يعني Z1 و Z2 conjugate. السؤال ده هنا بيتكلم على المينينج اصلا بتاع لما يكون عندك رقم والكونجوجيت بتاعه. احنا اتفقنا ان في شرطين مهمين، الصم بتاعهم لازم يطلع لك ريل، والبرودكت يعني الباي بتاعهم لازم يطلع ريل. في مشكله؟ لا. طب هنا بيسالك بقى، بيقول لك انه Z1 و Z2 الاثنين واحد، ده كونجوجيت للتاني. فلو بيقول لك لو عملت لهم باي، يعني Z1 ملتبلاي Z2 بعد كده بلس Z1 بلس Z2 هيطلع لك ايه؟ اكيد هيطلع لك ريل نمبر. يعني ده سؤال مباشر ما فيهوش حاجه، يعني ما فيهوش حوار، بس هو بيتكلم وبيأكد على حته الرقم والكونجوجيت بتاعه. الكونجوجيت بتاعه لما تيجي تعملهم بلس، اي رقم والكونجوجيت بتاعه تعملهم بلس يديك ايه؟ ريل، ولو عملت له باي يديك ريل. طيب تعال نشوف، مفيش مشكله. هنا بقى سؤال جميل قوي قوي قوي. بيقول لك ايه؟ احنا شرحنا زيه في الحصه بس برضو من ضمن الافكار الجميله. بيقول لك find the value x and y، هو عاوز يعرف x بكام و y بكام. وجي قال لك ان ده كل بص ده كله كومبلكس نمبر. عرفت ازاي يا مستر؟ حاجه فيها اي وهنا في بلس، يعني ده كل ده ريل. وهنا بيقول لك ايكوال لكومبلكس نمبر، واحنا اتفقنا مع بعض كومبلكس ايكوال لكومبلكس يبقى ريل ايكوال ريل، واللي قدام الاي بيساوي اللي قدام الاي، صح؟ وقلت لك ساعتها كنا بنقسم نصين. لما يجي لك كومبلكس ايكوال لكومبلكس في النص ايكوال بينهم، يبقى الريل ايكوال الريل، واللي قدام الاي بيساوي اللي قدام الاي. طب يا مستر هو مين الريل هنا؟ الفور اكس ولا الواي؟ اي حاجه ما فيهاش اي، اي حاجه ما فيهاش اي يبقى ده ريل. بص كده، ده في اي، لا يا مستر يبقى الريل بتاعك عباره عن 4 اكس ماينس واي. ده كل الريل في الجزء الاول. الناحيه الثانيه يبقى تقول له ايكوال الريل الناحيه الثانيه كام؟ 5. يبقى هنا يا مستر في الجزء الاول ده الريل عباره عن 2 تيرمز اكس وواي. ماشي. طب تعالى نشوف الايميجري نمبر اللي هو قدام الاي. مين قدام الاي؟ بص وحاطط لك براكت
عشان يفهمك ان ده كله قدام الاي. ده كله اللي هو مين يا مستر؟ 2x بلس y ايكوال 7. يا مستر طيب ماشي، ده في مشكله الوقت ولا مشكله ولا حاجه؟ عندك 2 equation وعندك x و y 2 variables، هتحلهم مع بعض مساله عاديه جدا. قلت لك ممكن تعملها بالكالكوليتور مود 5 1 مود 5 1 يطلع لك على الكالكوليتور اهو، هيطلع لك الشكل ده كده على الكالكوليتور، على الكالكوليتور السيلفر ها. مود 5 1 هنكتب الكوفيشنت بتاع الايكويشن الاولى 4 نيجاتيف 1 و5 4 نيجاتيف 1 و5. الكوفيشنت بتاع الايكويشن الثانيه 2 و1 و7 والديس ايكوال هيطلع لك الاكس وهيطلع لك الواي اللي هو كان طالبهم اصلا. طيب ممكن نحلهم بقى بستبس، انت عارف انا بحب الستبس شويه. تعال نشوف، تعال عشان ممكن سؤال زي كده يجي لك اساسي، يجي لك كام؟ يجي لك في المقال. بص يا حبيبي، ده 2 equation في مجهولين عندك x و y، دي حاجه انت مش عارفهم، فلما يكون عندك 2 equation وفي حاجتين انت مش عارفهم تقدر تحلها. لو عندك 3 equation وثلاث مجاهيل عندك برضه يتحلوا. اي حاجه عدد الايكويشن بيساوي عدد المجاهيل اللي عندك هتقدر تحلها. طيب تعال نشوف ده كنا بنحلها ازاي. كنت باخد التو ايكويشنز دول احطهم تحت بعض، 2 equations بلس y equal 7. تعال نعمل لهم بلس، تعال نعمل لهم بلس. 4x و2x يبقوا 6x، نيجاتيف y وبوزيتيف y كنسلهم مع بعض. 5 و7 يا مستر 12، يبقى تودي ال 6 الناحيه الثانيه يطلع لك الاكس بكام؟ ب 6. الحمد لله طلع لك اول مشكله. اول مشكله عندك ان الاكس تكون بكام؟ هتاخد الاكس دي تعوض فيهم في اي ايكويشن. هعوض في الايكويشن الثانيه دي، هشيل الاكس واحط بدالها 6، يبقى 2 ملتبلاي 6 بلس واي ايكوال 7. يبقى ده 12 بلس واي ايكوال 7. ودي ال 12 الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى واي بكام؟ بنيجاتيف 5. يبقى انا هنا يا مستر طلعت الاكس وطلعت الواي، هو ده اللي كان طالبه. تمام. هنا برضه على الكالكوليتور لما تطلع لك دي هيطلع لك الاكس ب 6 واكيد ده نيجاتيف 5. سؤال جميل ما فيهوش حاجه، بس بيعتمد على اللي هو الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه لما يكون عندك 2 كومبلكس نمبر ايكوال. ده من ضمن الاسئله اللي فيها افكار جميله. ده برضو من ضمن الحاجات الجميله اللي بتفهمنا الكومبلكس نمبر في الاسئله اللي فيها افكار شويه. هنا يا حبيبي بيقول لك عندك براكت 1 بلس اي 1 بلس اي باور 2 1 بلس اي باور 3 1 بلس اي باور 4 وعامل لك نقط كده لغايه 100. معناه ايه الكلام ده؟ يعني هنا في براكتس بقى ماشيه كده 1 بلس اي باور 5 1 بلس اي باور 6 7 8 لغايه 100. حلو حلو. طبيعي ان انت عشان تقدر تطلع الايكوال بتاع ده كله فهياخد منك وقت كبير. يعني ما اظنش ان حد هيقدر يعمل كل ده ووقت الامتحان هيجي لك في سؤال كومبليت لو قفلت خالص هتسيبه، ان انت تقعد ساعتين تحل في سؤال، فطبعا ده من الغباء. لكن انت لو انت بتفكر بقى، ركز معايا نفكر. انا جالي سؤال مش عارف احله، فببدا اعمل ايه؟ اشوف احنا كنا عندنا مستر كان في شويه حاجات كده ريماركز لما كنت بقول لك اي باور 1 اللي هي اي باور 2 اللي هي كانت نيجاتيف 1 اي باور 3 نيجاتيف اي واي باور 4 والمالتيبلز بتاعها ب1. صح؟ يا مستر صح. فانا جايب لك ارقام هنا، ما تيجي نعمل سمبلس فورم. اكيد مش هفضل لغايه 100، اكيد في حاجه هتحصل. تعال نشوف. البراكت الاول 1 بلس اي ما فيش مشكله. هنا 1 بلس اي باور 2 اللي هو النيجاتيف 1. تمام. وهنا 1 بلس اي باور 3 اللي هي نيجاتيف اي. وهنا 1 بلس ماشي يا مستر وبعدين هنقعد نكمل كده. طب ما في حاجه هنا، بص 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 هنا بوزيتيف 1 ونيجاتيف 1 مش ده معناه 0 وكل البراكتس دي كلها معمولين باي.
طب ما هو اي حاجه باي زيرو اكيد يا مستر بزيرو، يبقى انا عندي الانسر بتاعي كله يا مستر، يبقى الانسر بتاع ده كله لغايه 100 لو 1000 حاجه اتضربت في الزيرو هيطلع لك بزيرو. فعشان كده بقول لك بص كده بالراحه، رقم اهو وادي الرقم الثاني ده طلع لي زيرو، فكده طلع لك حل في المساله. فلما يطلع لك حل خلاص انت كده حليت المشكله، الحمد لله طلعت لك المشكله اهي. فاكيد مش هتقعد تجرب بقى 100 رقم. فعشان كده بقول لك لما يجي لك سؤال وانت حاسس ان هو صعب لازم تبدا فيه، تمسك القلم بتاعك وتبدا تشتغل. بس ما تجيش بقى تشوف السؤال ده انا مش عارفه، السؤال ده صعب شكله غريب، مفيش حاجه اسمها كده. لازم تبدا وتشتغل فيه وتبدا بالمعلومات اللي عندك. هو يجيب لك حاجه يبقى كده الحاجه دي تبع درس الكومبلكس نمبر. شوف ايه الحاجات اللي موجوده عندك انت درستها في الكومبلكس نمبر، يا مستر دي ابدا استخدم الحاجات دي في حل السؤال. فبدات لما بدات اشتغلت لقيت الموضوع بقى سهل يا مستر، وبداتنا نحل المشكله بتاعتنا وظهر الحل بتاعي في خطوه واحده بس. هنا 1 ونيجاتيف 1 يبقى 0، يبقى كل ده نعمله باي 0 يطلع لك الايكوال 0، مفيش مشكله. تعال نشوف يا شباب السؤال ده بيقول لك ايه. الايكويشن عندك زد، بص كده معايا، زد ملتبلاي 2 بلس اي ايكوال 3 ماينس اي. هنا عاوز يعرف الزد دي بكام. واحد بقى من ضمن الناس الاذكياء شويه يجي يقول لي يا مستر انا ممكن اعمل حاجه، امسك الزد دي اعملها باي للبراكت ده. ماشي، بس طبعا ده يعني هيبقى حله غبي قوي. طب يا مستر انا ممكن افرض الزد اكس وواي زي اللي احنا كنا لسه عاملينها من شويه، وبعد كده اعملهم باي لده واسويهم ببعض. برضه ممكن، صح، هيبقى كومبلكس ريل مع ريل وكومبلكس مع كومبلكس، صح. وممكن حاجه اسهل من ده، هاجي اقول له بص انا هودي ده الناحيه الثانيه، يبقى زد ايكوال 3 ماينس اي وتحت 2 بلس اي. ما دي اسهل، وهتكتب دي على الكالكوليتر هيطلع لك الانسر بتاعك على طول، صح؟ يا مستر صح. طب ممكن اشرح لك بعد اذنك بس الكالكوليتر بتعمل ايه في السمبلس فورم؟ طبعا احنا بنعمل ده على الكالكوليتر هيطلع الانسر على طول عشان ده تشوز. طيب احنا حبينا دلوقتي عاوز اعمل سمبلس فورم. بص معايا يا بابا، احنا عاوزين نتعلم احنا بنعمل ايه. بص كده، اول حاجه عشان تعمل سمبلس فورم لازم تخلص من الاي اللي في الدومينيتور ده، نخليها ريل. طب عشان تخلص من الاي دي بنعمل ملتبلاي كونجيجيت بتاع الدومينيتور. كونجيجيت بتاع ايه؟ الدومينيتور. يعني حضرتك هتعمل باي هنا 2 ماينس اي فوق وتحت، يبقى احنا ما غيرناش حاجه، صح؟ يا مستر صح. طب وبعدين يا مستر هنعمل اللي فوق دولك باي واللي تحت دولك باي. تعال نشوف مع بعض واحده واحده. هنا يا مستر دولك 2 كونجيجيت، صح؟ 2 كونجيجيت نمبر، يبقى تعمل ماينس في النص، تقول له فيرست باي فيرست، اي باي اي تبقى اي سكوير. طب خلصنا. اللي فوق دولك يا مستر مختلفين، فببدا اعمل ال 3 دي اعملها باي للبراكت كله، بعد كده الاي للبراكت كله. تعال نمشي واحده واحده عشان ما نغلطش. 3 باي 2 هيبقى 6، 3 باي نيجاتيف يبقى نيجاتيف 3 اي، نيجاتيف اي باي 2 يبقى نيجاتيف 2 اي، نيجاتيف باي نيجاتيف تبقى بوزيتيف، اي باي اي تبقى اي سكوير. خلي بالك ده الملتبلاينج، ماشي، واحنا شرحناه بالتفصيل. فاحنا خلاص يعتبر السؤال ده خلص وعملناه بالكالكوليتر وطلع، بس انا بحب افهمك، وللمره الالف بقول لك انا بفهمك عشان خاطر لو سؤال مقالي مش عاوزك تزهق من الحل. ولو سمحت بعد ما تشوف ده اقفل وحل انت بنفسك، يعني رجع السؤال تاني من الاول وحل، اعمل انت بايدك عشان تثبت في دماغك، عشان دي خطواتها كتيره شويه. تاني بقى عشان ما انتوش، انا مسكت اللي تحت عملت له باي الكونجيجيت، فقلت له فيرست باي فيرست وسكند باي سكند على طول عشان دولك 2 كونجيجيت نمبر، صح؟ لكن هنا دولك مختلفين، فقلت لك ال 3 دي تعملها باي للبراكت كله، يبقى 3 باي 2 ايكوال 6، 3 باي نيجاتيف اي يبقى نيجاتيف 3 اي، بعد كده همسك الاي دي باي للبراكت كله، يبقى نيجاتيف اي باي 2 يبقى نيجاتيف 2 اي، نيجاتيف اي باي نيجاتيف اي يبقى بوزيتيف اي سكوير. مستر لحظه، الاي باور 2 دي على طول قلت لنا اول ما تشوف اي باور 2 دي معناها نيجاتيف 1، صح؟ يا مستر صح. طب ما تيجي نعمل سمبلس فورم كده، نيجاتيف 1 و6 هيطلع لك 5 يا مستر، نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 5 اي،
وتحت برضو نفس الكلام، دي يا مستر هتبقى نيجاتيف 1. طبعا نيجاتيف ونيجاتيف تبقى بوزيتيف، 4 بلس 1 هيبقى 5. 5 دي يا مستر ديفايدد ليهم هما الاثنين، فعشان كده قلت لك هتبقى 5 ديفايدد ليه مره، يبقى 5 ديفايدد 5، وهنا هتبقى 5i ديفايدد 5. طبعا 5 ديفايدد 5 دي هتبقى 1، ودي طبعا تكنسل مع دي هتبقى i، يبقى الايكوال بتاعك 1 ماينس i زي اللي طلع لك في الكالكوليتور الاول. طب يا مستر لما نعمل كالكوليتور بدل اللفه دي، قلت لك والله صح، والله صح، بس احنا بنحب نعمل ستيبس عشان تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. تمام كده يا شباب، الحمد لله خلصنا البراكتس بتاعنا بالافكار المختلفه. بس اتمنى بس ان انت تعمل حاجه بسيطه، ان انت بعد ما تخلص ده هتلاقي فيه PDF، ماشي؟ الPDF بتاع البراكتس عاوزك تحله تاني، او تجيب الاسئله دي وحلها تاني بايدك علشان تستفيد بس مش اكتر. خلاص؟ ولو في الافكار اللي فيها شويه شغل دي تحلها تاني بايدك عشان الدنيا تبقى ملمومه معاك. تمام؟ والسلام عليكم، ونشوفكم في براكتس جديد. السلام عليكم.